عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الرضا، يا صباح المغفره، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا ما تنسيش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل جديد. النهارده بقى انا بسجل الفيديو ده في ليله العيد، ليله العيد بالليل. تمام. اول حاجه في ناس هتقول طب هو انت بتسجلي ليله العيد ده والترمس كمان لسه ما اتعملش؟ لا، الترمس ده انا عاملاه قبلها بيوم، بس مصوراه كل حاجه ايه بالطريقه. تمام. اهم حاجه قبل ده كله نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بصحه وسعاده وسلامه، كل سنه وانتم فرحانين ومبسوطين. عايزه اقول لكم احلى حاجه في الدنيا لما بيكون كده انت هتصحي الصبح بقى وتلاقي عيد وتلاقي الناس جايه تسلم عليك، حبايبك وقرايبك وجيرانك وكل الناس الكويسه اللي انت بتحبها. كمان بقى بتلبسي لبس جديد وبتلبسي كمان اولادك ايه لبس جديد، والشقه بقى ايه انت مبيتاها بقى عروسه فله كده وشمعه منوره جميله جدا كده، تنام وانت مرتاحه ومفيش حاجه في المطبخ ولا في ده ولا في اي حاجه. بصوا بقى يا حلوين، انا بحب ان انا اوريكم في حاجات مثلا ما عملتهاش قبل كده على القناه، بحب ان انا ايه اصورها لكم واقول لكم بالتفصيل. النهارده هنعمل مع بعض ايه الترمس انا النقعه دي قبلها بيومين. تمام. نقيته، اهم حاجه تنقي الترمس كويس وتنقي كمان ايه الحمص كويس. عنده نص كيلو من الترمس وعنده نص كيلو ايه من الحمص. الترمس ده انا جبته قبل العيد ب3 ايام، لكن الحمص ده كان عندي بقاله 3 شهور ايه في الشتاء. تمام. فكنت جايباه يعني ايه عشان الجو ساقع وكده، فكنت عايزه اعمل حمص شام عشان نتدفى. فبصراحه كل ما اجي اعمله حاجه يعني بكسل، كل ما اجي اعمله بكسل. فالمهم يجي وقت بقى النهارده ولازم ايه يتعمل. نقعته بقى هو والترمس، بقى الترمس في طبق وكمان ايه الحمص في طبق. بعد تاني يوم لقيت الحبايه بتاعته زادت، الترمس وكمان ايه الحمص. قمت رايحه كبه ميه النقع اللي كانت منقوعه فيها قبلها بيوم وشطفته كويس، وبعد كده عملته ميه نظيفه وحطيت الحلتين فين على البوتاجاز. بعد بقى كده ايه ما معايا الحله بتاعتي. اول حاجه الحله بتاعت الترمس غليت، انا حاطه حله الترمس على عين ايه كبيره. اول ما غلي بدات ان انا اجيب المعلقه واديله ايه تقلبتين. هنا كنت بشوف الحمص لقيته لسه ايه ما غليش يا دوب. بس للناس اللي ما تعرفش الترمس، انا بقول للناس اللي ما تعرفش، لكن الناس اللي تعرف. الناس اللي ما تعرفش يا دوب 3 غلوات، وبعد كده بتمسكي الحبايه تيجي تشوفيها تتفتح معاكي بسهوله، يبقى هو كده ايه استوى معاك. اولا الترمس السكري ما بياخدش وقت ايه على النار، اقل منه ربع ساعه بيكون معاكي ايه استوى. حطيت كده الحله على حله الترمس على الحوض وكبيت الميه السخنه وحطيت لها ايه ميه ساقعه. وبعد كده عندي الحمص غلي. عايزه اقول لكم اليوم ده يوم الوقفه اللي بعمل بقى فيه بسوي فيه الترمس والحمص ده يوم الوقفه. تمام. هسيبه بقى اول ما غلي قمت رايحه بقى مطفيه النار خالص، الحمص يكمل سوا ايه وانا مغطياه كده ومطفيه عليه النار. تمام. اول حاجه بقى دي في نفس اليوم برضو بتاع اللي احنا بنسوي فيه الحمص والترمس، رحت عشان اعمل ايه كفتة رز لعشاق كفتة الرز. هقول لكم الطريقة. تمام. أول حاجة عندي كيلو إلا ربع من الرز. الرز أنا نقعته لمدة كام؟ لمدة 6 ساعات، ولو أكتر يبقى أفضل كمان. بعد ما نقعته والحباية بتاعته زادت قمت رايحة جايبة المصفى وقمت رايحة حاطاه كده في المصفى عشان ينزل أي مية. طب ليه بعمل الخطوة دي؟ لأن لو في نسبة مية فيه وانت بتيجي تكفتي الكفتة مش هتتكفت معاكي، هتكون مرقة. تمام. بعد كده بقى المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. اول حاجه زي ما انا قلت لكم كيلو ربع من الرز مغسول ومنقوع وايه ومحطوط يتصفى. عندي بقى كده التوابل بتاعتي عباره عن معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وربع معلقه صغيره من الكمون، وعندي كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من السبع بهارات والملح. بس هي دي توابلنا لكفتة الرز. تمام. عندي كمان ايه قال لي كده من نص كيلو لحمه، دي كانت عندي بصراحه من زمان خالص، فقمت راح قايله لها ايه زمان طعمك اتغير ولا حاجه، تعالي ما نستغلك ونستفاد بيكي. تمام. عندي بقى خضره المحشي، عندي كده ربطه كده صغيره. وكمان اهم حاجه انا ما خدتش اللي هي الجذور اللي بتبقى فوق او العصيان دي، انا خدت الورد بتاعها. تمام. وبعد كده عندي بصلايه متوسطه، وعندي كمان 5 فصوص من الثوم. تمام. بعد ما الرز اتصفى معايا وما عادش فيه اي ميه خالص، انا سبته ساعه بس في المصفى يتصفى. بعد كده هنزل بقى بالحاجات بتاعتنا باللحمه والتوابل اهي، وكمان بخضره المحشي.
تمام. كل ده بقى انا هروح بيه فين بقى؟ هروح بيه عند واحده بتفرم الحاجات دي، كنت بفرم عندها زمان. يعني ما كنتش عارفه، انا اتصلت على اختي قلت لها انا عايزه واحده بتفرم يعني ايه الكفته الرز. قالت لي فاكره كذا كذا كذا، قلت لها اه ده انا ناسيها خالص. قالت لي دي اللي انتوا كنتوا بتفرموا عندها زمان، روحي لها زمانها لسه ايه شغاله، هي بقى لها اكتر اصلا بتهيألي من 15 سنه. فقلت لها يعني لا شغاله؟ قالت روح هتلاقيها شغاله. فرحت لقيت بصراحه عندها زحمه كده الكفته بتاعتي، وقمت رايحه فين بقى؟ عند الست اللي انا كنت بفرم عندها ايه زمان. انا كنت ناسيها خالص والله يا جماعه. بصراحه افتكرتها وافتكرت ايام ما كان في العيد الاضحى زي الايام دي، لازم اروح اعمل كفته الرز دي. كانت والدتي تحط لي الحاجات دي كلها وتقول لي ايه روح افرميها، وخليها تفرمها لك وشين. تمام، وشين يعني مرتين. بعد بقى ما فرمتها لي وبقت بالجمال والحلاوه دي، شايفين بقى ناعمه جدا، هقرب لكم شايفين ناعمة جدا جدا. اهم حاجة افرموها وشين عشان ما يطلعش معاك الرز خشن، وتلاقي كمان ايه خشنة معاك وانت بتصبعي الكفتة. هنا قلت ايه انا هجربها اشوفها متماسكة ولا لا، برضه عشان اكون معاكم صريحة، وشهادة حق هتسأل عنها يوم القيامة. في بقى ايه بنت هناك، افهموني بقى كده وحاولوا ان انت ايه ركزوا في الكلام اللي انا بقوله. كان في بنت اللي هي مرات ابن الست اللي هي بتفرم الكفتة دي، بتقول لي ايه هو انت ما حطيتيش مكرونة ليه على الكفتة؟ قلت لها كفتة ايه؟ الكفتة اصلا بيتحط عليها مكرونة؟ قالت له. قلت لها بجد؟ قالت لي والله بتخليها واو، بتخليها تحفه جدا جدا، وبتخليها متماسكه وبتفرق في الطعم. قلت لها بجد ولا هتطلع فيك هتبوظ؟ قالت لا خديها وعلى ضمانتي. رحت بصراحه جبت كيس المكرونه وخدت منه معلقتين وفرمتها. تمام. عايزه اقول لكم تحفه 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 تحفه. هتقولي لي انت عرفت ازاي يا مجان ان هي تحفه؟ عايزه اقول لكم وانا بعمل كده قلت ايه تعالى كده في الدره يا بنتي يا بشرى واعملي ايه صباعين كفته وحمريها شوفها هتفك هتكش هتشقق اي حاجه. فالمهم بصراحه انا عملتها والله العظيم كانت فظيعه. انا بصراحه هنا بقى بعد ما جينا بدات بقى ان انا اقلبها كده تقلبتين بايدي، وبعد كده جبت كيس تلاجة اللي هي الخزين، وبدات بقى ان انا اكيس كده ايه الكميه دي. عملت لي 4 اكياس متوسطين في حدود كام جرام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتهيالي 350 جرام يعني كيس بالنظر كده. تمام. ببتدي ان انا اخد كده حته واعملها كوره، وبعد كده بدخلها في كيس ايه التلاجة. اقول لكم انا لما كنت اروح افرم مثلا الكفته لوالدتي كنا نروح نعملها قبلها بيوم. يعني مثلا اليوم اللي انا هفرم فيه الكفته ممكن بعدها مثلا اول يوم او تاني يوم العيد نعمل ايه كفته الرز. تمام. فده انا يا دوب بس ان انا بوريكم المقادير وبنعملها ونظبطها مع بعض، وان شاء الله اول يوم العيد او تاني يوم العيد لو كان لنا عمر ان شاء الله هنعملها كمان ايه نكمل بقيه وصفتها مع بعض. تمام. هخلص بقى كده كله هكيسه. بعد كده ما كيسته بقى كله اهو زي ما انتم شايفين، ببتدي ان انا اجيب كده بطن ايدي او طراطيف صوابع ايدي كده، ببتدي ان انا افردها في قلب الكيس. وبعد كده ببتدي ان انا ايه شايف يعني الزاويه بتاعت ايدي دي، ببتدي ان انا ايه ادخلها كده جوه الكيس عشان تكون كلها ايه ناعمه وما تكونش ايه مفرغه ايه من بين الكفته. تمام. بعد كده ما وزعت بقى الكيس، شايفين شكل الكيس اصلا يفتح النفس بصراحة حاجة تحفة جدا. هجيب برضو كيس كمان اعمله معاكم، وبعد كده هكمل برضو بقية الكيسين. وبعد كده هنعمل ايه هندخلها بقى الفريزر، وان شاء الله ان شاء الله لو كان لنا عمر كمان مرة هنعملها ان شاء الله مع بعض. اهم حاجة كل سنة وانتم طيبين. اهم حاجة عايزة اقول لكم العيد دي فرحة وبهجة وسرور وكل حاجة حلوة عليكم. يعني لو في حزن ولا في زعل العيد بيجي بتنسي كل حاجة وحشة حصلت لك. تمام. خلصت بقى وكيستها وزي ما انتم شايفين كده عملت 4 اكياس اهو. شايفين الجمال شايفين الحلاوه. هروح بقى كده ادخلها بقى الفريزر واوريكم بقى الشقه بعد التظبيط وبعد الترويج. اهم حاجه صلى على الرسول واستغفري كتير كتير كتير، ربنا بيفك الكرب وبيفك اي حاجه وحشه لو حاجه مضايقاكي. تمام. طول ما انا واقفه او طول ما انا بعمل حاجه يا اقول سبحان الله يا اقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، استغفر الله العظيم، حاجات كويسه وبتريح. طول ما انا واقفه بعمل اي حاجه بستغفر ربنا، لدرجه لو انا مثلا ماشيه في الشارع وافتكر ان انا استغفر وبقوم رايحه مستغفره اللهم صل وسلم. وحتى لو انت بتفكري في حاجه مضايقاكي، حتى لو انت زعلانه متنكده، فلما بتستغفري بتنسى اي حاجه مضايقاكي. تمام. دي بقى اوضه الكنب بعد ما روقتها ونفضتها وخليتها كمان ايه على سنجة 10، ومستنظرين كمان الضيوف اللي تيجي ايه تعايد علينا. يعني ايه؟ يعني نظبط بقى شقتنا ونروقها عشان ايه بقى الناس اللي هتيجي جيراننا وحبايبنا اللي هيجي يعيدوا علينا. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة هم كمان طيبين. هنا برضو مسحت الطرقة وكنست السلالم وكمان دي الصالة. انا عملت معاكم كذا مرة الروتين بتاعي العيد مسيح وتنظيف، ويعني ما حبيتش ان انا ايه
هعمله معاكم كمان مره عشان برضو ايه ما تزهقوش وكده. بحب اجيب ايه الخلاصه في الخلاصه تمام. تمام بقول تمام. المهم يعني ما تقلقوش لو كلام ايه، لو كلام مثلا مش متظبط شويه. عايزه اقول لكم ان انا خلصت الشقه، والله العظيم انا كنت تعبانه، ما كنتش قادره. في الوقت اللي انا كنت بروق فيه الشقه بنتي كانت عند اختي. في ناس هتقول ليه، انا في اليوم ده يوم الوقفه كنت رايحه فتره عند اختي قالت لي تعالي يلا عشان ايه تفطري معانا. رحت بصراحه ايه فطرت معاها وقلت لها خلي البنت عندك لحد ما اخلص تروق وايه وهاجي اخدها. عايزه اقول لكم انا كنت ماشيه بالشارع، ماشيه في الشارع واحده واحده مش قادره امشي خالص، ورجلي ما كانتش شايلاني بمعنى اصح يعني. دي اوضه الاطفال برضو عملتها معاكم قبل كده، وفرشنا كمان الملايه. في ناس ممكن تقول لي هو مفيش الا الملايه دي، الملايه دي عايزه اقول لكم هو مش شرط عشان مثلا الملايه مثلا اتصورت كذا مره يبقى لازم اجيب ملايه جديده، لا. باقل حاجه مثلا بفرح نفسي يعني. مثلا لو غيرت الاوضه ووديت الاوضه هنا والسرير هنا ومش هحس التغيير برضه هفرح بنفسي. مش شرط ان انت عشان في عيد مثلا لازم تجيبي كل حاجه جديده، على قد ما قدرتك جيبي. لو معاكي مثلا ممكن تجيبي ملايه جديده، معاكي تجيبي طقم جديد، فاللي انت مثلا ايه معاكي جيبي بيه. بدل مش معاكيش ما يلزم يعني، اللي ما معهوش ما يلزموش بمعنى اصح يعني. تمام. فاهم حاجه فرحي نفسك، روقي نظفي اغسلي اعملي كل حاجه كده في العيد. عايزه اقول لكم يعني انا عند اخواتي كانوا بيقولوا ايه طب ما انت ممكن تروقي اليوم ده اللي هو قبل ترويقه العيد دي اعملها قبل الوقفه بيوم. قلت لها انا لو عملتها قبل الوقفه بيوم مش هحس بعيد خالص، مش هكون فرحانه. فلازم اليوم ده اعمل فيه ايه يوم الوقفه عشان احس بعيد، واحس بالايام اللي كانت والدتي عايشه فيها وكانت لها طعم ولها بهجه ولها سرور ولها حاجات حلوه. من بعد امي وابويا ما عادش ليا حد غير ربنا واخواتي. ربنا يخليهم ليا ويفضلوا ظهر وسند ليا يا رب كده، وما يفرقناش، ودايما يا رب كده في الزيادة، وربنا ما ينقصنا ابدا اللهم امين. معلش لو نكدت او افورت معلش سامحوني. ودخلنا كمان على المطبخ وفتحت لكم الضلف برضه. ودي بقى كان فيديو النهارده. استنوا ان شاء الله كده يوم العيد هصور لكم بقى جولة يوم العيد او فلوج يوم العيد، واحنا رايحين نصلي وانا لابسه وبنتي لابسه. وان شاء الله استنوا بقى كده وانا بقى بنعمل السوداني والترمس والشوكولاته والحاجات دي. انا ما حبيتش ادخل ده كله في فيديو واحد عشان برضو الفيديو ما يطولش، وانا مش عايزه ايه مش عايزه كده. اهم حاجه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها، ويا رب تعودوا لها بخير اللهم امين. ودايما يا رب كده في الزياده، لا ناقصين ولا فاقدين ولا اي حاجه وحشه. الخفيف النهارده دمتم في رعايه الله وحفظ الله. سلام.